من بين الأشراط الساعة أيثما أتفغن شرد العباد كذابون دجالون وغد الداعين على أنهم أنبياء مبعوثون من عند الله جل وعلا، وهذا بما أخبرنا به الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون قريب من 30 كلهم يدعي أنه رسول ولا رسول بعده. فغنيش النبي عليه الصلاة والسلام راح تصغن العباد أذ الداعين على أنهم بالرسل إيش يعيثم رب العالمين، أنهم الأنبياء إيش يعيثم رب العالمين، وتسعون الأتباع وغدا من العباد سيسن وغن تبعا لضعف إيمانهم أو لشدة غفلتهم. فغنيك تصغن حوالي 30 وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغن ديثما عهد النبي عليه الصلاة والسلام من بينهم مسيلمة الكذاب، وإن فغد يقل حياة النبي عليه الصلاة والسلام ادعى أنه نبي مسيلمة الكذاب من اليمامة. وفغد كذلك امرأة يقال لها سجاح بنت الحارث من بني تميم، فغد كذلك تدعى أنها نبية. وغفغد كذلك الأسود العنسي من اليمن وكذلك ادعى أنه نبي. وخرج في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه رجل يقال له طليحة بني خويلد ادعى النبوة، إلا أنه غرقزيم تاب إلى الله عز وجل، يعني بعد ذلك استدرك يتوب رب العالمين ومات على الإسلام في خلافة عمر رضي الله عنه. وفي عهد التابعين إفغديون ورقاز يقال له مختار ثقفي، وهي كذلك ادعى النبوة. وقبل أو أكثر من 100 سنة إفغديون ورقاز كذلك إيران يقال له حسين بن علي ميرزا ادعى كذلك النبوة. وخرج كذلك رجل في الهند غلام أحمد وينظر ثيثما أحد الدروس من هضر في الأحمدية أو القديانية كذلك ادعى النبوة. ويثما للأسف الشديد إلى يومنا هذا إسعام الأتباع يقال لهم الأحمدية ويقال لهم القديانية، يعني إسعام الأتباع ما زلت منا على أنه رسول. وخرج كذلك رجل في السودان يقال له محمد طه بالسودان، وحكم من طرف الحكومة السودانية وحكمت عليه بالإعدام وقتل. ولا تزال السلسلة باقية. ولكن ما موقفك أنت أيها المؤمن؟ لشو الموقف الشيء كمؤمن؟ موقفك ألا تؤمن أن هناك رسول ولا نبي بعد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. الموقف أنه الشيء كمؤمن أنه سمنطرة راح ديلين النبي لغديلين الرسول استفير نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه هو آخر النبيين وآخر المرسلين، وبه ختم الله جل وعلا النبوة والرسالة.